قبل الحدود الحديثة، قبل الإمبراطوريات، كان هناك الكاردوخي، شعب من المرتفعات، شيرسون، أحرار، وكادوا أن ينسوا. لم يبق من اسمهم سوى صفحات قليلة من العصور القديمة، لكن هذه الصفحات يتردد صداها عبر 2000 عام. نحن في عام 401 قبل الميلاد. جيش يوناني قوامه 10,000 مقاتل عالق في قلب الإمبراطورية الفارسية. قائدهم قتل، قضيتهم ضاعت، والوطن يبعد 1000 ميل نحو الغرب. بينهم يسير جندي ومؤرخ يدعى زينوفون. سيصبح كتابه أناباسيس واحدة من أعظم قصص النجاة في العالم القديم. للوصول إلى البحر كان على الإغريق عبور جدار من الجبال، بلاد لم يخضعها ملك فارسي قط. أرض الكاردوخي 7 أيام قاتل فيها 10,000 عبر تلك القمم. 7 أيام من الكمائن، من السهام تنهمر من الأعالي، ومن الصخور تتدحرج في الممرات الضيقة. سيكتب زينوفون لاحقاً أن الإغريق عانوا في تلك الجبال أكثر مما عانوه في كل معاركهم ضد ملك فارس. لم يبني الكاردوخي مدناً من الرخام، لم يتركوا نصباً ولا سجلات خاصة بهم. كانوا أبناء المرتفعات، رعاة، صيادين، محاربين، مرتبطين بالصخر والنهر. أرض ابتلعت الجيوش، أرض شكلت شعباً أبى أن يحكم، ثم شيئاً فشيئاً يختفون من السجلات. يصمت الكاردوخي، لكن الجبال لا تخلو. بعد قرون، في الوديان نفسها، بين القمم نفسها، يظهر شعب آخر في كتابات المؤرخين العرب والفرس، يسمون الأكراد. لا يزال العلماء يتجادلون حول الصلة. بعضهم يرى نسباً مباشراً، وآخرون يرون خيطاً متداخلاً بين شعوب كثيرة عبرت هذه المرتفعات. لعل الحقيقة كامنة في الحجر. المؤكد هو هذا: قبل الخرائط التي نعرفها بزمن طويل، أمسك شعب بهذه الجبال، حاربوا الإغريق، صمدوا أمام الفرس، شاهدوا الإمبراطوريات تنهض وتتهاوى وتنهض من جديد. التاريخ يتذكر الإمبراطوريات، لكن أحياناً الجبال تتذكر الناس.